Bonjour mes amis et mes élèves. Aujourd'hui, on va expliquer une leçon très importante dans la langue française deuxième année secondaire. تمام؟ النهارده هنشرح درس مهم جدا في السنة الثانية ثانوي اللي هو les adjectifs. الصفات نمرو. ايه هي الصفات العدديه ديت؟ اذا جبت نمرو الصفات العدديه. الصفات العدديه انا عايز اقول بدل واحد واحد تمام. عايز اقول الاول بدل مثلا دو اثنين تمام. عايز اقول الثاني تروا ثلاثه. عايز اقول مثلا الثاني تيجي ازاي ديت؟ تمام. قال لي في قاعده مهمه جدا بنمشي عليها. خلي بالك. قال لي انا بجيب النمبر اللي هو العدد تمام العدد واضيف له المقطع اي ام اي تمام يدينا الترتيب العددي بتاع العدد نفسه او الصفه العدديه من العدد. زي نبدا من رقم 2 نقول مثلا عندنا دو 2 اقول دوزيام تمام دو دوزيام. عندنا مثلا رقم 3 تروا اقول تروازيام يبقى انا بضيف المقطع اللي هو اي ام اي على العدد تمام يدينا الترتيب العددي بتاع ايه؟ بتاع العدد نفسه. طيب كل الاعداد بتمشي بنفس الطريقه ديت؟ لا طبعا، في كل قاعده لها شواذ. طب ايه شواذ الترتيب العددي او ايه شواذ للادجكتيف نمرو؟ قال لي شواذ الترتيب العددي. قال لي اول حاجه عندنا قال لي اذا كان العدد منتهي باي تحذف الاي زي مثلا كاتر يعني 4 تمام. لما اجي اضيف الترتيب العددي احذف الاي الاخيره دي واضيف الايه؟ المقطع اللي احنا قلنا عليه يبقى اقول كاتريام. يبقى هنا حذفنا ايه؟ المقطع الاخير وضفنا الترتيب العددي تمام ماشي. يبقى احنا بنقول هنا ايه؟ كاتريام تمام. تاني حاجه عندنا بنقول مثلا اذا انتهى العدد بحرف الكي زي كلمه سانك تمام نضيف عليها حرف الاي نقول سانكيام. حرف الاي ونضيف المقطع يبقى نقول سانكيام تمام. يبقى سانكيام ماشي. يبقى اول حاجه عندنا اذا كان العدد منتهي بكي نحذف الكي تبقى كاتريام. إذا العدد منتهى بحرف الكي نحذف ايه؟ نضيف حرف الاي تاني بعد الكي ونضيف المقطع اللي قلنا عليه. ثالث حاجة عندنا رقم بعد كده إذا كان العدد منتهي بحرف الاف زي كلمة ناف يعني 9 تحول الاف دي إلى في ونضيف ايه؟ النهاية. يبقى أقول ناف تبقى نوفيام يبقى 9 يبقى التاسع يبقى 9 نوفيام 5 سانكيام 4 كاتريام تمام. بعد كده عندنا ايه؟ الملحوظه اللي بعد كده والملاحظه اللي بعد كده يبقى اذا كان العدد منتهى عندنا بالاف تحول الاف الى في اي. بعد كده عندنا رقم واحد ما ينفعش اقول انيام. رقم واحد لما يجي وحده اقول بريميي يعني الاول تمام. وممكن يؤنث اقول بريمير يعني الاولى يبقى اقول بريمير او بريمير. طيب اذا العدد واحد دوت يجي مضاف لعدد تاني. اذا العدد واحد يجي مضاف لعدد تاني يعني مثلا قلت 20 يعني 20 ايتان ايه الحل كده؟ قال لي هل تفضل مثلا اقول 20 بريمير ولا اقول فان انيام؟ تمشي تبع القاعده الاولانيه اللي احنا قلنا عليها في رقم واحد. نقول كده اقول فان 20 انيام فان انيام يعني الحادي والعشرين تمام كده؟ طيب عندنا رقم 6 اذا كان عندنا العدد الاخير بقول درني يعني الأخير أو الأخيرة أقول درنيير
ديرنيير يعني الأخير. تمام. ولو كان عندنا قبل الأخير ممكن أقول كده، أقول أفون ديرنيير. أفون ديرنيير يعني قبل الأخير، أو أفون ديرنيير اللي هو قبل الأخير. يبقى قبل الأخير أو قبل إيه؟ قبل الأخير. تمام كده؟ طيب. بالنسبة إذا كان عندنا عدد مركب من عددين، من عددين، أضيف المقطع على العدد الأول ولا الثاني؟ دي رقم 8. إذا كان عندنا العدد مركب من عددين، نفترض 24. عايز أقول الرابع والعشرين، قال لي أضيف المقطع على العدد دوت ولا دوت؟ لا، أضيف المقطع بتاع الترتيب العددي، أضيف المقطع على إيه؟ على العدد الثاني. أقول 20 الرابع والعشرين. تمام كده؟ يبقى احنا كده خدنا الترتيب العددي. في عدد واحد بس اللي هو عدد رقم 9. العدد رقم 2 ممكن أقول ديزيام، وممكن أقول كلمة سيكوند. إيه الفرق بين كلمة ديزيام وسيكوند؟ كلمة ديزيام يعني الثاني، وراه ثالث ورابع وخامس. كلمة سيكوند الثاني بس. تمام كده؟ يبقى احنا عندنا النهارده كده خدنا الترتيب العددي اللي هي ليز ادجكتيف نوميرو دي نومبر، اللي هي الصفات العددية من الأرقام. ماشي. وأنا عايز أقول الترتيب العددي، أجيب العدد وأضيف له المقطع هنا الترتيب العددي زي الديزيام تروازيام. كل القواعد بتمشي بنفس الطريقة ما عدا إذا كان العدد منتهي ب تحذف الإي زي كاتريان. كي نضيف له حرف الإي تبقى 5 بعد كده إذا العدد منتهي بإف تحول الإف إلى في إي وأضيف المقطع. أقول إيه؟ 9. العدد رقم 1 أقول بريمير. العدد إذا كان العدد رقم 1 مضاف لعدد ثاني يبقى بنضيف له المقطع كأنه عادي زي الأرقام. أقول 21. العدد درنيير الأخير والدرنيير الأخيرة ممكن أقول أفون درنيير. بعد كده إذا كان عندي عدد مركب من عددين أضيف المقطع للعدد الثاني زي 24 أقول 24. العدد رقم 2 ليه ترتيبين عدديين، ديزيام وسيكوند. ديزيام اللي هو عدد وراه ثاني وثالث، سيكوند اللي هو عدد مفيش عدد ثاني وراه ومفيش ترتيب عدد وراه. أوروفوار، أبيانتو، ألف مبروشين.